السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام. اليوم هو 30 جانفي 2022. إن شاء الله تكونون جميعا بخير وبصحة وبعافية. إذن كما هو موضح في عنوان الفيديو، سوف أعطيكم بعض النصائح وبعض التوجيهات وبعض المعلومات لطريقة الحصول على 70 خلية انطلاقا من 10 خلايا تكون جيدة قبل بداية الموسم. 10 خلايا تكون مكتظة على 10 إطارات قبل بداية الموسم، ولو بقليل معليش ما يهمش. إخواني، قبل البداية خلونا نتفق على نقطة، أنه تقسيم الخلايا صحيح راح يكثر عدد الخلايا في المنحل، ولكن ما تنساوش راح يعطينا خلايا ضعيفة مبدئيا، وفي غالب الأمر مش راح تعطينا العسل في نفس الموسم. لذلك فقبل الشروع في عملية التقسيم من الأحسن أنك تحسب عدد الخلايا اللي عندك بصفة عامة، وتقسم هذا العدد على 2. نصف الخلايا تخصصه لإنتاج العسل، وهذا عنده طريقة خاصة في العمل وفي العناية. النصف الآخر هو اللي راح تقوم بتقسيمه وتطبق عليه الكلام اللي راح نقوله في هذا العدد. شوف أخي النحال، خاصة المبتدئ والهاوي، إذا كانت عندك خلية 10 خلايا عفوا مكتظة على 10 إطارات في بداية الموسم، انت يا ما تتسرعش وما تروحش تقسمها في هذه اللحظة. لا، ضع العاسلة للخلايا تاعك، خلي النحل تاعك يصعد إلى العاسلة ويبني فيها ويتطور فيها. ما يخفالكمش أن الخلية لما تكون قوية تكون على 10، فبسرعة تستطيع أن تملأ العاسلة بيض وحضانة وبناء شمع بسرعة البرق. فهنا أنت تنتظر عندما تصبح الخلايا تاعك على الأقل على 15 إطار، يعني الخلية في الأسفل فيها 10 وفي العاسلة فيها 5، يعني المجموع كله 15. ولكن من الأحسن تنتظر حتى تبدأ العاسلة كلها مليئة، يعني الخلية والعاسلة كلهم 20 إطار. هنايا ما الذي تقوم به؟ تأخذ من العاسلة تاعك 2 قسمات على 4 إطارات. العاسلة تفتحها، تأخذ منها 4 إطارات الأولى، ثم تأخذ منها 4 إطارات الثانية، هذو 2 قسمات. يبقى لك 2 إطارات في العاسلة. وش تدير؟ تأخذ لهم 2 إطارات من الصندوق الأم من الأسفل، تجمعهم مع بعض يبدأوا لك 4 واحد أخرين. يعني أخذت قسمة ب4، أخذت قسمة ثانية ب4، بقاو لك 2 إطارات في العاسلة، تحضر لهم 2 إطارات من الأسفل، وهكذا يبدأ عندك قسمة ثالثة فيها 4 إطارات. هذا في نفس اليوم، يعني تقسم في نفس اللحظة في نفس اليوم، تتحصل على 3 تقسيمات جديدة، ويبقى لك الصندوق الأم فيه 8 إطارات. التقسيمات الجديدة اللي تحصلت عليها تغلق عليها بإحكام. من الأحسن تنقلها إلى منحل بعيد حوالي 3 كيلومتر. مش قضية باش ما يحدثلش اكتظاظ في المنحل، لا، ولكن باش ما تبداش عندك منافسة على المرعى، باش الخلايا الأم اللي تركتها على 8 إطارات باش يكون عندها فرصة وتتدارك عملية التقسيم، تستوعب صدمة التقسيم، بسرعة تبدأ لك على 10 وتعاود تضع لها العاسلة. شوفوا إخواني، لما نجو نحسبوا، عندك 10 خلايا اللي قمت بالتقسيم منها، هذو 10. كل خلية خرجت منها 3 تقسيمات، 3 طرود، يعني في المحصلة 30 طرد جديد زائد 10 خلايا أم، راح يبدأ عندك 40 خلية. هذه من دخل منحلك في الصباح سوف يجد 10 خلايا، الذي يعود إليه في نفس اليوم ولكن في نهاية اليوم راح يصيب عندك 40 خلية بإجراء بسيط وسهل، يعني ممتنع. الآن الخلايا الأم اللي بقات لك على 8 إطارات راح تعطي لها شوية تغذية، لازم تعاونها مع وفرة المرعى إن شاء الله في الربيع. بسرعة قلت لكم بسرعة راح تبدأ على 10 وراح تطلع لك للعاسلة. في أسوأ الأحوال راح توصل لك على 15 إطار. يعني لو ما كان العام جيد
والعنايه تاعك كانت ناقصه بالخلايا، بسرعه راح تبدا لك على 15 14 اطار في الغالب يعني. في هذه المره لما يلحق لك النحل تاعك على 15 اطار 16 17 حتى 20 اطار، تاخذ فقط 2 طرود من كل خليه، تاخذ 4 اطارات من العاسله. اذا كانت على 14 احنا مستحيل تبقى لك على 14، نضمن لك باللي تلحق 15 تلحق 16 تلحق حتى 20، ولكن معليش تاخذ تقسيم من العاسله وتقسيم واحد فقط من صندوق الام. تاخذ 4 اطارات من الفوق و4 اطارات من التحت. واش راح تتحصل هنا؟ على 2 طرود من كل خليه، وتبقى لك الخليه تاعك الام فيها 6 حتى 7 طرود 7 اطارات. في المحصله راح تتحصل على 20 تقسيم جديد، وتبقى لك الخلايا الام تاعك على 6 وعلى 7. لما نجو نحسبوا عندك 40 تقسيم في المره الاولى زائد 20 اللي تحصلت عليهم في التقسيم الثاني، راح يبدا عندك 60 خليه. وما يخفاكمش انه بعد التقسيم راح تصير لك عمليات تطريد طبيعي، راح ايضا يجوك طرود من مناحي اخرى من جهات اخرى. ايضا في بعض الخلايا تعطيك اكثر من العدد الذي ذكرته الان، تعطيك اكثر من طردين، ممكن تعطيك 3 ممكن 4. لذلك فلما تحسب انت هذه على هذه يعني كمعدل التطريد الطبيعي تاع المنحل تاعك، الطرود التي تأتي من جهات أخرى، التقسيم الذي تحصلت عليه من كل الخلايا، لما تجمع هذه على هذه راح تصل إلى معدل 70 خلية انطلاقا من 10 خلايا في نفس الموسم وبكل سهولة. والكلام هذا عن تجربة، ما هوش مجرد عواطف أو تخيلات أو تهيؤات، لا أبدا، كلام مجرب. إن شاء الله بإذن الله العام هذا يكون عام جيد، والناس تتدارك كل الخسائر اللي منيت بها في الموسم الماضي. وصدقوني ما كاش حاجة صعبة أو مستحيلة، من 10 خلايا تتحصل على 70 خلية عادي، وهذا يعني رقم بسيط جدا مقارنة لو كانت الخلايا جيدة جدا والعام ممتاز.